سلام غالياتي. بعد بسم الله وصلات عندي عليه الصلاة والسلام. نتمنى نلقاكم كامل يا الحباب بصحايحكم ومهنيين. نبداو على بركة الله في سلسلة التحضير للمولد النبوي الشريف. الله يلحقنا ليه حنا وكامل الأمة الإسلامية، يلحقنا ليه بخير وعلى خير. أول حاجة حبيت نبداها معاكم باش نحضروا له على بالي كامل يا الفحلات تعرفوا تحمصوا الدقيق باش ديروا طمينه العاصميه على قنيها. انا اليوم جبت لكم طريقه تخلي الدقيق ديالكم الدقيق المحمص يطول معاكم، وقد ما يطول يبقى محافظ على القرمشه تاع الحبيبات ديالو. ان شاء الله تبعوا معايا الطريقه تستفادوا منها وتجربوها، على بالي ما راكوش رايحين تزيدوا تستغناو عليها. نبداو على بركه الله. عندي هنا كميه من سميد متوسط ونوعيه سميد في اخر الفيديو نمد لكم ملاحظه اللي ما عندهاش سميد متوسط. عندي انا هنا كميه تاع سميد متوسط. واش ندير لها؟ نفورها. على بالي كاين ناس يستعملوا هذه الطريقه وكاين ناس ما يعرفوهاش وما يعرفوش الفوائد ديالها. نبداو انا نخدموا ونهضروا على الفوائد ديالها. اني دايره انايا القدره ديالي الماء راهو غلالي فيها. هنا اللي عندها شاش تحكم الكسكاس ودير عليه الشاش، واللي ما عندهاش شاش دير طرشونه ليسونسيال تكون نقيه وكلش. ديروها لداخل الكسكاس. نفرغ السميد ديالي لداخل بسم الله. هاي لك نفوروه كيما نفورو السميد اللي نروحو نفتلو به. كي نروحو نفتلو نديرو طعام. نغطي انايا الكسكاس ديالي، ندي نحط السميد حتى يفور مليح ومن بعد نتلاقاو. هاي ليك هنا شوفوا السميد ديالنا بعد ما فار، راكو تشوفوا كيفاش فار يفور مليح. دوك هنا نطفي عليه نحيوه نفرغوه ديريكتومون في الجفنه هكذا. دوك هكذا نفتحوه مليح هكذا باش ما يبقاش كيما يقولوا ناس الشرق ما يبقاش مبركس. نفتحوه مليح ونخليه يبرد مليح يبرد بصفه جيده، الكلمه اللي كنت نقولها زمان. ونكملوا بقيه المراحل. هكذا بعد ما برد السميد ديالنا كومبليتمون. دوك واش نديرو؟ نروحو نحمصوه. انا حنحمصوه في المقله. نتوما تحبوا مقله تحبوا طاجين، مي شنو المقله لازم تكون شويه ثقيله دو بريفيرونس. خلوها تسخن مليح. نقصوا للفرن ديالكم ونبداو نحمصوا في السميد. سا ديبون على حساب المقله كبيره صغيره. ليسونسيال ما ديروش كميات كبيره من السميد ديالكم وتحطوا وراك وتخلطوا فيه، يعني تحركوا فيه. ما تحبسوش هاد العمليه حتى ياخذ لون موحد. انني نخلط فيه ولا نحرك فيه بالكوبات باش ناخذ يعني اكبر حبات ممكنه تاع السميد باش يطيب لي لون واحد. نتوما تقدروا بمغرفه تاع حطب بلا سباتو هكذا حتى كي ياخذ اللون ذهبي ونتلاقاو. هكذا بعد ما خدات اللون الذهبي شويه داك الدوري الشباب، دوك ديريكتومون طفيو على المقيله ديالكم ونفرغوها في الجفنه مباشره. تفرغوها في الجفنه بيسكو كان طولوا بها في الطاجين ولا في المقله ما تجبدوها من فوق الفرن. المقله ولا الطاجين ديالكم راه سخون، هي راح تحمر لكم عفوا اكثر من اللازم. وماذا بيا تخلوا اللون ذهبي فاتح بيسكي تخدموها، ومع العسيله تجي حمراء تجي ذهبيه. العسيله ولا مارغارين ولا العسيله والزبده راح يزيدوا يحمقوا لها اللون ديالها وتجيكم من بعد حميمرها بزاف تجي ماشي شابه. اما لا الفو ميو تخلوها هكذا اللون الذهبي الفاتح. انا نكمل الكميه اللي عندي ونتلاقاو. فوالا يا حباب، وجد معانا دقيق الطمينه العاصميه وقدمته لكم في الطريقه العاصميه مع كراك والله الله محرمه الفتول كيما راكم تشوفوا خلخال الله هكذا باش نعطيو صوره للطمينه العاصميه ديالنا.
ونروح ديريكتومون الملاحظات باش ما تقولوش دابا تهضر بزاف. الدقيق ديالنا خلوه كما وصيتكم اللون الذهبي. انا عندي الصوره هنا راهي ذهبي على حبه، مي في الهاتف دوك ما على باليش كيفاش حتخرج لكم. ما تحمروهش بيسك مع العسيله مع التزيين هذاك هو باش ما يروح لكمش اللون ديالها الحموريه. وملاحظات الاخرين كما قلت لكم علاش نفوروا السميد ديالنا. نفوروا السميد ديالنا باش نرطبوا باش يرطب السميد، باش نرطبوه قبل ما نحمصوه. والعمليه هذه الا ماركيتو كي نفتلو الطعام نفوروا السميد هذاك اللي شويه خشين يتفور باش نفتلو الطعام ديالنا. هكذا الطمينه هذاك التفوار ومن بعد التحماص يخلي السميد ديالكم يبقى معاكم مده طويله بلا ما يتندى. نتمنى تجربوها يا لو كان كونتيتي صغيره وخلوها تطول معاكم وردوا لي بالخبر. راح يخلي السميد محافظ على القرماشه ديالو ما يتنداش. وحاجه واحده اخرى يا الحباب تاني هذا من واجبي نقولها لكم. انا سمعت الناس بزاف يهضروا ويقولوا الطمينه لازم تجي رطبه لازم تجي رطبه ونديروها في العسيله. هي شوفوا الطمينه لو كان ما تكونش تتقرمش كي تاكلوها هذيك القرمشه الخفيفه ما راهيش طمينه، هذاك يولي عجين يولي سميد. بل العمليه اللي درناها باش تخليه محافظ يطيب ويحافظ على القرماشه. وفورناه ديجا وتندى زدنا حمصناه على نار قليله راه السميد طاب ما يوجعناش في كرشنا ويحافظ على القرمشه. اهم شيء بعكس واش راني نسمع طمينه تجي رطبه، هذه ما كاش منها لا جات رطبه نحي ناكلو السميد. المهم وثاني حاجه قبل ما ننسى يا البنات الملاحظه اللي قلت لكم اللي ما عندهاش سميد متوسط، الا ما فورتيهش وحمصتيه ديريكتومون ديري السميد المتوسط. وإلا كنتي حديري العمليه ديالي تقدري تستعملي سميد متوسط وتقدري تستعملي سميد الخشين. راح العمليه هذه ترطب لك السميد الخشين. يعني لا ما عندكش متوسط تستعملي الخشين بالعمليه تاع التفوار ومن بعد التحماص. هادو هما الملاحظات. نتمنى نكون عطيت لكم كلش وما طولتش عليكم. ملاحظات لازم نقولهم كما قلت لكم. المهم ما نطولش عليكم، ان شاء الله الطريقه ديالي تنال الاعجاب ديالكم. وهذه ما هي الا البدايه لسلسله التحضيرات للمولد النبوي الشريف. ونقول لكم جدد ما تنساوش الاشتراك في القناه تفعيل الجرس باش يلحقكم كل جديد. ما تبخلونيش من الليجان والتعليقات اللي يرفعوا المعنويات. ونقول لكم اخر الكلام دائما وابدا وكما عودتكم سلام.